طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة إخبارية من فضائية كركوك نبدأها من العناوين. بافل جلال طلباني يوجه برقية تهنئة إلى الحركة الإسلامية في كردستان بنجاح مؤتمرها. الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد استمراره على نهج فقيد الأمة الرئيس مام جلال في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة. مجلس النواب العراقي يرفع جلسته من دون انتخاب رئيس الجمهورية وسط مقاطعة غالبية الكتل النيابية. شرطة محافظة كركوك تعلن اعتقال عدد من المتهمين بجريمة قتل مواطنين 2 في شارع المطار قرب جسر المعارض. ندوة علمية في كلية الآداب بجامعة كركوك لمواجهة التطرف بين شريحة الشباب وسبل تعزيز الوئام في المجتمع. إلى التفاصيل، أهلا بكم. وجه بافل جلال طلباني برقية تهنئة إلى الحركة الإسلامية في كردستان بمناسبة عقد مؤتمرها 12 وانتخاب مرشد لها. وقال بافل جلال طلباني في برقيته الموجهة إلى مرشد الحركة عرفان عبد العزيز وقيادة وأعضاء ومؤيدي الحركة الإسلامية إنه يتقدم بأحر التهاني بمناسبة عقد المؤتمر 12 وانتخاب المرشد، معربا عن أمله في أن يكون نجاح المؤتمر حافزا على تعزيز العلاقات السياسية بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحركة الإسلامية، والعمل معا لتحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد الجهود لوحدة الصف الكردي وحل المشكلات والخلافات. كما وشدد بافل جلال طلباني على الحاجة إلى التآخي وقبول الآخر في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى. هنأ قباط طلباني نائب رئيس حكومة إقليم كردستان الحركة الإسلامية في كردستان بمناسبة انعقاد مؤتمرها 12، وجاء في نص التهنئة الأخ الأستاذ عرفان علي عبد العزيز المرشد العام للحركة الإسلامية في كردستان بمناسبة نجاح مهام المؤتمر 12 للحركة الإسلامية في كردستان ومنحكم الثقة بمنصب المرشد العام. نتقدم إليكم بأحر التهاني متمنيا لكم النجاح الدائم لخدمة الشعب والبلاد، معربا عن أمله في أن تكون هذه المناسبة فرصة لتنظيم وتجديد الحزب من جديد من أجل تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها الحركة الإسلامية في كردستان. أكد الاتحاد الوطني الكردستاني الاستمرار على نهج فقيد الأمة الرئيس مام جلال في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة على الساحة السياسية العراقية، فيما أشار إلى أهمية تشكيل حكومة توافقية تشارك فيها جميع المكونات حماية للمصلحة العليا للشعب العراقي. أكد الاتحاد الوطني الكردستاني الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية العراقية، مشددا على ضرورة مشاركة جميع المكونات في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، كون الشارع العراقي لا يتحمل إقصاء أي طرف. بالتأكيد الاتحاد ماشي على الطريقة اللي كان ماشي بها، ولا زلنا نقف على مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية. طبعا مشاركة جميع المكونات وجميع الأحزاب السياسية ضرورية جدا جدا بالنسبة للعراق، لأنه الوضع السياسي في العراق ما مهيئ لتشكيل حكومة أغلبية سياسية أو ما يسمى بأغلبية وطنية. ما مهيئ، الشارع العراقي شارع مشحون بالسياسة. العراق ما مهيئ لحكومة أغلبية سياسية. الحكومة التوافقية هي الحل الوحيد على الأقل 10 سنوات قادمة. الاتحاد الوطني الكردستاني أكد الاستمرار على نهج فقيد الأمة الرئيس مام جلال في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة على الساحة السياسية العراقية، مشيرا إلى أهمية تشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع. على الساحة السياسية معروف لدى الجميع بأن الاتحاد الوطني الكردستاني حزب معتدل ويقف على نفس البعد مع جميع أطراف سياسية عراقية، ومستمر على نهج مام جلال
لأن بدأت سقوط نظام البائد إمام جلال الله يرحمه كان لديه دور بارز في تقارب وجهات النظر بين أطراف السياسية العراقية، وخاصة في أيام كتابة الدستور. وأيضا تم كتابة الدستور على أساس التوافقات السياسية بين مكونات الشعب العراقي. والآن أيضا في الحكومات السابقة تم تشكيل الحكومة على أساس التوافقات السياسية. فالآن بعض الأطراف السياسية يطالب بتشكيل حكومة أغلبية، فنحن اتحاد وطن الكردستاني لسنا مع تشكيل حكومة أغلبية، ولكن مع حكومة توافقية سياسية ويشارك فيها جميع أطراف سياسية عراقية بناء على رغبته. يمكن هناك أطراف سياسية لديه الرغبة بعدم مشاركته في الحكومة، هذا شيء اعتيادي، ولكن كشيء إجباري أو مطالبة بتشكيل حكومة أغلبية نحن نرفض هذه الطريقة وهذه الفكرة لتشكيل الحكومة المقبلة، لأن الحكومة الأغلبية ليس في مصلحة الشعب العراقي، وخاصة الشعب الكردستاني، لتطبيق مواد الدستورية، وخاصة تطبيق مادة 140 ومشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها، مشكلة حصة موازنة أقليم كردستان ورواتب موظفي أقليم كردستان، وأيضا مشكلة الفلاحين والأراضي اللي في مناطق متنازع عليها. مع احتدام الخلافات بين الأطراف السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة، يسعى الاتحاد الوطني الكردستاني وكما كان في السابق إلى التقريب بين الأطراف المختلفة وعدم تهميش طرف على حساب طرف آخر، حماية للمصلحة العليا للشعب العراقي. أكد أعضاء في مجلس النواب ومراقبون للشأن السياسي أن رئيس الجمهورية الحالي سيستمر بمهامه بشكل طبيعي في حال تأخر مجلس النواب في اختيار رئيس للجمهورية. يأتي ذلك بعد فشل مجلس النواب في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بسبب مقاطعة بعض الكتل السياسية. أكد أعضاء في مجلس النواب ومراقبون للشأن السياسي أن رأي المحكمة الاتحادية واضح بخصوص استمرار مهام رئيس الجمهورية الحالي، فيما شددوا على أن الدكتور برهم صالح هو الأوفر حظا لتولي منصب رئاسة الجمهورية لولاية ثانية. وقالت النائبة عن دولة القانون عاليا صيف في بيان إن رئيس الجمهورية الحالي يحق له الاستمرار في ممارسة مهامه بموجب رأي المحكمة الاتحادية، ولن يدخل البلد في فراغ دستوري كما يعتقد البعض. وأضافت أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أوضحت رأيها في هذه القضية منذ العام 2010، وفسرت المواد الدستورية المتعلقة بهذا الشأن، ومن بينها الفقرة الثانية من المادة 72 التي قضت باستمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه إلى ما بعد الانتخابات، على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال 30 يوما من تاريخ انعقاد البرلمان. وأشارت إلى أن هذه المدة تنظيمية وليست مدة سقوط انتخاب رئيس جديد، وبالتالي فإن مجلس الرئاسة الذي فسرته المحكمة الاتحادية بأنه الرئيس يستمر في ممارسة مهام رئيس الجمهورية إلى حين اختيار رئيس جديد، أي أن الرئيس يبقى في منصبه إلى حين اختيار رئيس آخر. من جهته قال عضو برلمان كردستان السابق سالار محمود أن العراق لو دخل الفراغ الدستوري نتيجة فشل عقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية، فإن رئيس الجمهورية والمؤسسات القانونية سيديران البلد إلى أن تصل الأطراف إلى اتفاق. وأشار إلى أن مبدأ الأغلبية وحكومة الأغلبية لن ينجح في العراق، وعلى الجهات العودة إلى التوافق لعدم وجود أرضية لمعارضة مدنية حتى اللحظة في العراق. من جهته قال عضو مجلس النواب باسم خشان أن تغريدة الصدر الأخيرة ومقاطعة لكتلته للجلسة رسالة للمتحالفين معه بعدم التصويت لمرشحهم أوشيار زيباري، وكذلك تصويت جزء كبير من نواب الكتلة الصدرية والمستقلين لمرشحين آخرين غير زيباري. بدوره كشف عضو الإطار التنسيقي جبار المعموري عن قيام التيار الصدري بسحب تأييده من مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني أوشيار زيباري. وقال المعموري أن قرار المحكمة الاتحادية حيال إيقاف ترشيح أوشيار زيباري أخذ بالحسبان قرار مجلس النواب بإقالته من منصبه قبل سنوات، ووجود قضايا مرفوعة بحقه لم تحسم حتى الآن. وأضاف أن التيار الصدري وفق القراءات سحب تأييده من زيباري، وهذا ما دفعه إلى تعليق مشاركته في جلسة مجلس النواب لحسم منصب رئيس الجمهورية، لأنه على دراية بقرار المحكمة الاتحادية. أعلنت رئاسة مجلس النواب تحويل جلسة البرلمان إلى تداولية
كما قررت اختيار النائبة بيداء خضر مقررة لمجلس النواب. وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان أن رئاسة البرلمان قررت تحويل جلسة اليوم إلى تداولية، وكان مجلس النواب أعلن تأجيل انعقاد جلسته نصف ساعة. على صعيد متصل، ذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب أن رئاسة البرلمان قررت اختيار النائبة بيداء خضر مقررة لمجلس النواب. كما خول الحلبوسي النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي الشروع مع النواب من أجل تشكيل اللجان النيابية. وبحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، إن رئيس مجلس النواب أعلن أن البرلمان يستضيف وزيري الزراعة والتجارة بهدف مناقشة عدد من المواضيع التي تخص الواقع الزراعي. كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون عن جهود لتوحيد المواقف السياسية بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي إن القوى السياسية ستعقد اجتماعات مكثفة خلال الساعات المقبلة لإيجاد حلول مشتركة للاتفاق بين الأطراف السياسية من أجل توحيد البيت الشيعي. وأشار إلى أن التفاهمات السياسية يجب أن تكون للمشاركة في الحكومة بشكل كامل وليس أجزاء منها. واعتبر المالكي أن الغرض من المقاطعة هو إعطاء المزيد من الوقت للتفاهمات السياسية ومنع إدخال البلد في نفق مظلم، لافتا إلى أن هناك جهودا حثيثة لتقريب وجهات النظر بين التيار الصدري والإطار التنسيقي. أعلنت مديرية شرطة محافظة كركوك عن اعتقال عدد من المتهمين بجريمة قتل 2 من المواطنين قرب جسر المعارض في شارع المطار. وذكرت شرطة محافظة كركوك أن قوة مشتركة من المقر المتقدم ومديرية شرطة كركوك والمركز المختص ألقت القبض على عدد من المتهمين وضبطت بحوزتهم 5 بنادق ومسدسين على خلفية حادث قتل مواطنين 2 في شارع المطار. وأشارت إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث، مؤكدة أن قيادة شرطة محافظة كركوك لن تسمح بأي خرق أمني أو التجاوز على سيادة القانون، وستعمل على تعزيز الاستقرار الأمني الذي يتمتع به المواطنون. قيادة شرطة محافظة كركوك استخبر بحادث قتل في شارع المطار بقرب من جسر المعارض، وفور حصول الحادث أمر قائد الشرطة بتشكيل فريق عمل من مكافحة الإجرام وأيضا من مركز شرطة 90. توجهنا إلى محل الحادث، وأثناء التحقيق الابتدائي يتبين لنا أن هذا الحادث هو حادث جنائي بحت وليس حادث إرهابي. هذا ما نريد أن نسلط عليه الأنظار أمام مواطني محافظة كركوك. هو في بدايات الأمر والتحقيق الأولي يتبين أنه هناك ثأر ما بين عائلتين ضمن عشيرة واحدة في منطقة تركلان. هذا الخلاف تطور وأدى إلى مقتل 2. لا ننسى العام الماضي أيضا قتل أحد الشيوخ الشيخ جمال على هذا الطريق، وبدأنا بالتحقيقات وألقينا القبض على 10 أشخاص، وكان هذا من هؤلاء 10 8 منهم أفرج عنهم و2 منهم حكموا بالإعدام. ونتفاجأ اليوم بعد مضي شهر أو شهرين من إطلاق سراحهم من مقتل 2 منهم. وهذا يتبين كبداية الأمر أن هناك ثأر عشائري. سنحقق في الموضوع ونتأكد، وبعد إثبات تلك القضية أمام المحاكم سيعرضون أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل. لن نقبل بالأحكام العشائرية أن تسيطر على محافظة كركوك. الأحكام العشائرية لها أعراف في الفصول وليس في قضايا التحقيقات وقضايا القتل. هناك محكمة مختصة تنظر بالقضايا، هناك أدلة جرمية، هناك إثباتات، هناك سبق وإصرار وترصد في هذه الجرائم. المحاكم هي الفيصل الوحيد وهي الحاكم في محافظة كركوك ما بين هذه القضايا التحقيقية. أعلنت الشرطة الاتحادية إلقاء القبض على متهم مطلوب بالإرهاب في كركوك. وقالت الشرطة الاتحادية في بيان أنه وضمن عمليات قطاعات قيادة الشرطة الاتحادية لملاحقة المطلوبين، تمكنت قوة من اللواء 12 من الشرطة الاتحادية من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في منطقة حي عدن بمحافظة كركوك.
وأضاف البيان إنه تم تسليم الإرهابي المعتقل إلى جهة الطلب أصوليا. ومن جهة أخرى عثرت قوات الشرطة الاتحادية على صواريخ جراد تالفة وقنابر هاون خلال عملية تفتيش نفذتها في قرية الخالدية التابعة لقضاء الحويجة في محافظة كركوك. كشف مسؤول برواتب الرعاية الاجتماعية في كركوك عن صعوبات وعراقيل تواجههم لإتمام الفحص الطبي الخاص بإنجاز معاملاتهم، فيما عزا مدير شعبة اللجان الطبية الزخم إلى الجرد السنوي الذي تقوم به شبكة الرعاية الاجتماعية. شريحة المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية في كركوك تواجه صعوبات وعراقيل وزخم كبير لإتمام الفحص الطبي الخاص بهم لغرض إنجاز معاملاتهم، وسط مطالبات من هذه الشريحة بضرورة اتباع آلية أكثر سلاسة وأفضل لإتمام الفحص الطبي. الناس كلها مرضى ومخصصين بأسبوع يوم واحد، ويجون ب 12 بالليل، يجون ب 3 بالليل يسجلون الاسماء، وهذا الناس اغلبيته يجي هسه يسجل اسمه وما يلقى اسمه، يختصرون ب 50 اسم، 50 اسم، وهذا الناس كلها هنا. يعني هسه اغلبيه الناس هذه مرضى، روح كلها شوف هناك كلها معاقه. يجي يسجل الاسماء، من تريد تطلب للدائره يقول لك والله اسمك ما موجود. انا سجلت اسمي هذا لحد راح، هسه عاروا عليه يقول لي والله انت اسمك ما موجود. يمشي جايني ب 12 بالليل، جايني ب 3 بالليل، وانا كنت دوام ب 12 بالليل. انا من الفجر جاي هنا، من الساعه 5 الفجر هنا، وماكو بس يقتل بينا البرد، وهسه الله وكيلك ذولكم ما هم مرضى. انا بايت بكركوك جاي انا بس 6:30. بايت بكركوك عند بنت اخو. يعني انت تقدر يوميا تيجي حتى مشي امورك ومعاملتك؟ والله اقول شو نسوي، غير يقطعوا راتبي. مدير الرعايه مال بغداد قاعد هناك، من ما نوصل له معامله صحيحه يقطعوا راتبي. وقبل ما عندي بيان قرار طبي ما عندي قبل لما انا على المستمسكات، وهذا مروت العراقيين، هذا فايلها شك. بالدول الخارج يعني موظف يروح عليه، اي مدير اي كان ما كان يروح عليه وهو الممنون. يعني انا اريد وين محافظ كركوك، يعني هذا من قرية حوف، 6 من قضاء الحويجة من ناحية العباسي، 4 مرات يجي هنا وما ياخذ سرع، وانا اريد اي مسؤولية تجي على هاي الدائرة. يعني هاي الدائرة بيها ظلم، اليوم الظلم، اذا هيك حالة انسانية ما حد يباوع عليها. لعد يعني وين الرحمة؟ وين الرحمة؟ اريد اسال وين مدير ما يطلع على مواطن، مدير باسبوع واحد يشتغل 50 معاملة، يعني وين نوصل؟ بس اردفتهم وين نوصل. اللجنة المختصة بالفحوصات الطبية أوضحت من جهتها أن الزخم الحاصل يعود إلى الجرد السنوي التي تقوم به الشبكة الرعاية الاجتماعية التي تحول جميع المسجلين لديها إلى اللجان الطبية. الازدحامات صارت بالشهر الأخير. دائرة شبكة الرعاية الاجتماعية عندهم شيء اسمه الجرد السنوي أعتقد. بالجرد السنوي دا يحولون كل المسجلين، مو كل المعوقين، كل المسجلين عندهم على راتب الرعاية الاجتماعية يحولوهم على اللجان الطبية في سبيل حتى تجديد. هو مو شرط راح يتجدد يمنا راتبه، احتمال اللجنة تقرر انه هذا الشخص قادر على العمل، لان هذول اغلبهم ماخذين راتب على اساس الباحث الاجتماعي اللي كان يعني يزور المريض بالبيت، يشوف مثلا مريض أعرج أو مريض مثلا عينه ضعيف، يقول يابا هذا ما يقدر يشتغل. هسه احنا كضوابط اللجنة ما تتطابق ويا ضوابط شبكة الرعاية الاجتماعية أو وزارة العمل، فهي كلها يعني بالجرد السنوي كلها دا تحول علينا. هاي دائرة واحدة من ضمن كل دوائر كركوك دا تحول علينا، فدا يصير علينا زخم. يعني مو بس على هذول أكو مواعيد، أي دائرة تجينا ننطي المنتسب مالته موعد، لأن ما نقدر. يعني ماكو مؤسسة كادر بي يعني حسب الهيكلية 15 واحد، زين أكثر من هذا إذا يجي راح يصير فوق الهاية، إلا اللهم إذا يطلع بأمر اجتماعي، يعني اجتماع مجلس هذا الأقسام مال دائرة الصحة. يعني هذا الزخم الهائل اللي دا يصير على اللجان، هذا اللي دا يخلي تأخير بالموضوع. مشقة كبيرة لإنجاز معاملات شريحة المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية في كركوك في ظل وجود شكاوي بشأن بطء إتمام الفحص الطبي، ما يستدعي اتباع آلية أكثر سلاسة وامتصاص الزخم الحاصل في هذا الموقع. كلية الآداب في جامعة كركوك نظمت ندوة علمية بمناسبة أسبوع الوئام بين الأديان،
وسلط الضوء خلال الندوة على أهمية الوئام بين الأديان والتوصل إلى حلول جذرية للأسباب التي تدفع بالشباب إلى التطرف. أقيمت في كلية الآداب بجامعة كركوك ندوة علمية دولية بمناسبة أسبوع الوئام بين الأديان، سلط خلالها الضوء على أهمية الوئام بين الأديان في المجتمع، سيما وأن العراق بلد يتمتع بالتعدد الديني والمذهبي والقومي. أقامت كلية الآداب في جامعة كركوك ندوة علمية دولية بمناسبة أسبوع الوئام بين الأديان حسب ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان أهمية الوئام بين الأديان في المجتمع، نظرا لما تتمتع بها محافظة كركوك وبلدنا العراق من التعدد الديني والمذهبي والعقائدي والقومي واختلاف اللغة، فنحتاج إلى مثل هذه الثقافة. بينا بأن هذه الأديان كلها تريد أن تخدم مجتمع البشري، هنالك نقاط مشتركة توافقية بين أفراد المجتمع، يجب التركيز على هذه النقاط وكيف نجعل منها للتضامن والتوافق وليس للاختلاف والتناقض التي تؤدي إلى الحق الضرر أحدهم بالآخر. بأنه أيضا أن هنالك نصوص شرعية وقانونية تؤيد هذه المبادئ. ركزنا على أهمية دور علماء الدين ودواوين الأوقاف للتركيز على هذه القواعد الأساسية والمبادئ العامة. مشاركون في الندوة العلمية أكدوا على أهمية الحوار البناء بين الأديان من أجل غرس الوئام والمحبة بين أفراد المجتمع والتوصل إلى حلول جذرية للأسباب التي تدفع بالشباب إلى التطرف. عندما نتابع موضوع التطرف نرى بوضوح أن التطرف طبع ديني إنساني وليس طبع ديني. كل الأديان يتبرؤون من التطرف والعنصرية والتعصب، ولذلك نرى في كل دين وفي كل مذهب وفي كل اعتقاد ناس متطرفين، وكذلك نرى هناك ناس آخرين وناس معتدلين ووسطيين يحبون العيش المشترك مع الآخرين. إذن نؤكد بأن التطرف هو طبع إنساني لا دخل الدين فيه. أما عندما نريد أن نسأل ونتباحث لماذا ينتشر التطرف، ينتشر لأن هناك ظلم وهناك غياب للعدالة الاجتماعية. الشباب عندما يرون ليس هناك عدالة ولا ينالون حقوقهم سوف يذهب إلى التطرف في سبيل أن يكسب حقوقه، هكذا يظن وإن كان مخطئا. أسبوع الوئام العالمي بين الأديان هو حدث سنوي يحتفل به خلال الأسبوع الأول من شهر شباط، بعد أن أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لأن التفاهم المتبادل والحوار بين الأديان يشكلان بعدين هامين من الثقافة العالمية للسلام ووسيلة لتعزيز الوئام بين جميع الناس بغض النظر عن ديانتهم. ألقى جهاز الأمن الوطني القبض على خلية إرهابية في محافظة نينوى، وذكر الجهاز في بيان أن قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى تمكنت من إلقاء القبض على خلية إرهابية مؤلفة من 3 عناصر تعمل فيما يسمى بمفارز الدعم اللوجستي قرب أحد مخارج نينوى الرابطة مع محافظة صلاح الدين، بعد نصب كمين محكم لهم، وذلك بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية. وأضاف أنه ضبطت بحوزتهم داخل العجلة التي كان يستقلونها عبوتان تحوي على 10 كيلوغرامات من مادة السيفور شديدة الانفجار، وكذلك على أسلاك وهواتف تستخدم لتصنيع وتفجير العبوات الناسفة. وأوضح البيان أنه جرى تدوين أقوالهم أصوليا واعترفوا بنقلهم للمواد الغذائية ومواد التفجير للمجامع الإرهابية بين المحافظتين، مبينا أنه تم حالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن العراق يعمل على وضع استراتيجيات لمكافحة التصحر وإيجاد الحلول لأزمة المياه. وقال الكاظمي خلال افتتاح أعمال الدورة 36 للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا
إن العراق يسعى إلى تحقيق التكامل مع جيرانه، موضحا أن العالم اليوم يواجه تحديات الجفاف والتصحر والتغير المناخي، وهذا النوع من التحديات مضاعف في العراق بسبب غياب التحديث في منظومات الزراعة الحديثة والري لسنوات طويلة سابقة، بسبب الحروب العبثية وبسبب الفساد وسوء الإدارة، مبينا أن العراق يعمل على تحويل هذه التحديات إلى فرص إبداع والعمل على وضع استراتيجيات مكافحة التصحر وإيجاد الحلول لأزمة المياه. وشدد الكاظمي على التمسك بروح التعاون والشراكة والانطلاق إلى التكامل لتحقيق أمن مائي وغذائي شامل سيقود بالضرورة إلى تطوير نمط حياة مجتمعاتنا وتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة. أعلن مجلس القضاء الأعلى عن مكافأة كبيرة لمن يدلي بمعلومات عن جريمة اغتيال أحد القضاة في محافظة ميسان. وذكر بيان للمجلس أن مجلس القضاء الأعلى قرر تقديم مكافأة كبيرة لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى كشف مرتكبي جريمة اغتيال القاضي أحمد الساعدي. من جهته تعهد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بالمحافظة على سرية أي معلومة عن مرتكبي جريمة اغتيال القاضي. وقال رئيس مجلس القضاء خلال مؤتمر صحفي عقده في ميسان إن القضاء يتعهد بالمحافظة على سرية أي مخبر يدلي بمعلومات عن مرتكبي جريمة اغتيال القاضي أحمد الساعدي، كما أكد استمرار القضاء في تأدية واجبه بمكافحة الجريمة والتصدي للعصابات الخارجة عن القانون. صحيا يقترب العراق من ذروة الإصابات بالموجة الوبائية الرابعة لفيروس كورونا. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر إن النظام الصحي العراقي وبالتزامن مع زيادة عدد الحالات الراقدة والإصابات قادر على التعامل مع تطورات الموقف الوبائي رغم خطورتها. وأضاف البدر إن عدد الموجودين في العناية المركزية وصل لحدود 200 مصاب، وهذه المعدلات يمكن أن تتجه نحو الزيادة خصوصا مع استمرار عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية. وأشار إلى أن الوزارة قادرة على التعامل مع المستجدات وتؤكد ضرورة الإقبال على تلقي اللقاحات الذي أصبح دون المستوى المطلوب رغم كل التحذيرات التي تصدرها الوزارة يوميا. وأوضح البدر أن متحور أوميكرون استحوذ على الكم الأكبر من الإصابات بمعدلات تصل إلى 80% من مجمل الإصابات اليومية المسجلة في العراق لفيروس كورونا. ونوه إلى أن العراق ما زال في الموجة الرابعة التي هي وفق المؤشرات الحالية تعد أخطر من الموجات السابقة، لا سيما على صعيد سرعة الانتشار ومعدلات الإصابة اليومية. كشف البنك المركزي العراقي عن نمو في احتياطي البلاد من العملة الصعبة ليبلغ أكثر من 64 مليار دولار. وذكر إحسان شمر إن نائب محافظ البنك إن احتياطي العراق من العملة الصعبة التي تشمل العملة النقدية من الدولار واليورو والاسترليني وغيرها من العملات الأجنبية الأخرى، إضافة إلى احتياطي الذهب بلغ أكثر من 64 مليار دولار، مبينا أن هناك نموا مستمرا في هذه الاحتياطات من العملة الصعبة. وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن حجم احتياطات العراق من الذهب يبلغ 96 طنا، موضحا أن العراق بدأ بصعود التسلسل عالميا حيث بلغ المرتبة 38 عالميا بامتلاكه لأكبر احتياطات الذهب عالميا. انتهت النشرة، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.